بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في قناة مطبخنا المصري. والنهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الرقاق الطري. هنعمله باللحمة وهنعمله من الالف للياء مع بعض. انا عاملاه قبل كده في القناة، بس النهاردة هنعمله بشكل جديد وبطريقة جديدة ان شاء الله تعجبكم. وهنبدأ نعمل العجينة الاول، وبعد كده هنبدأ نعمل العصاج على بال العجينة ما تستريح حبة. هنا انا عندي معلقة ملح صغيرة، معلقة سكر، معلقة زبدة كبيرة زي ما احنا شايفين اهي، والمية حسب ما تاخد العجينة، لان انا هعمل دقيق من غير ميزان، بس هو النص كيلو دقيق من مج الى مج ونص، بنفس المج ده كده. فانا هعجن كده وهنشوف هناخد قد ايه مية. بسم الله الرحمن الرحيم. بندخل الدقيق ودلوقتي هضيف الملح والسكر والمية ساقعة. وهضيف الزبدة اهي زي ما احنا شايفين بدرجة حرارة المكان اهي. هكملهم عجن وارجع لكم ان شاء الله. ادي العجينة كده خلاص زي ما انتوا شايفين. اهم حاجة ان احنا نديها وقت في العجن مش اقل، يعني من 5 دقايق ل7 دقايق كده نعجن فيها، بتديكي عرق اكتر وبتساعد معاكي في الفرق. كده خلاص هركنها بقى تستريح اهي، ولا طرية ولا صلبة يعني. دلوقتي هنسيبها تستريح ونروح نعمل العصاج. ودلوقتي هنبدأ نعمل العصاج. هنا عندي لحمة مفرومة، بس اللحمة عندي هنا ما فيهاش نسبة دهون يعني قد كده، فانا جبت لها حتة دهنة هفرمها واحطها مع اللحمة. وعندي بصل 3 بصلات كبار زي ما انتوا شايفين، والبهارات ملح، فلفل اسمر، بهارات لحمة، وبابريكا. وطبعا زي كل مرة ما بقولك ما تخافيش من كتر البصل في العصاج، بيحليه وبيزود برضو الكمية اللي انت بتعمليها. هفرم الدهنة وهفرم البصل وارجع لكم ان شاء الله. ودلوقتي هحط حبة زيت في الطاسة وهضيف البصل الاول، والملح والبهارات، وهنزل معاهم حتة الدهنة وهقلبهم كده تقلبتين، تشويحة بسيطة كده للبصلة، وانزل اللحمة. ودلوقتي هنزل اللحمة طبعا ممكن تعملي اي حشوة انت عايزاها. لو مش عايزة تعملي عصاج لحمة ممكن تعمليها بالفراخ فيها تشكيلة جبن، اي جبن بتفضليها، مع حبة زيتون وقرنين فلفل، بتبقى حشوة جميلة اوي برضو. هكملهم سوا واركنهم على جنب.
ونرجع نعمل الرقاق مع بعض ونشوف هنعمله ازاي ان شاء الله. ودلوقتي بجيب العجينه، باخد منها حته صغيره كده اهي اكبر من الليمونه، بغطيها وبركنها تاني. بقطع منها بالطلب، ما بقطعهاش كلها واركنها عشان ما تعملش وش. بسم الله الرحمن الرحيم. كل ما بحس ان هي هتلزق مني خلاص بحط لها حبه دقيق كده على طول كده اهي. وبروح واخداها على اول النشابه كده، بدأت تفقفق كده بروح قلبها من الناحية التانية اهي. ودي الناحية كمان التانية فقفقت كده خلاص اهي، عشان تفضل طرية ما تنشفش مننا. بحطها كده، بحطها في صينية وبغطيها، وهعمل واحدة كمان. هعمل دي كمان معاكم كده. هاخدها برضو على طرف النشابة كده، زي ما احنا شايفين. مجرد ما بتفقفق كده بنقلبها. بس كده خلاص عشان ما تنشفش معانا. لو عايزينها تنشف بقى بنسيبها حبة على الجريل من الناحية دي والناحية دي، ونقلبها كذا مرة ونطلعها. بعد كده بنلاقيها ايه، ناشفة اهي. هكملهم بنفس الشكل ده وارجع لكم ان شاء الله. زي ما احنا شايفين اهو الرقاق كله الطري. ودلوقتي هجيب صينية وهدهنها سمنة، بس كده. وهجيب العصاج اللي عملته معاكم اهو، بجيب الفطيرة كده بنفضها لو فيها دقيق او اي حاجة كده، وبدهنها بالسمنة.
كده عشان تبقى مورقه بس ما تلزقش في بعضها. واجيب العصار وهبدأ ألفها كده رول كده، ألفها كده. ودلوقتي بعد ما لفيتها كده خلاص كلها، هضيف لها حبة شوربة خفيف كده اهي. انا عندي شوربة لحمة، اي شوربة عندك ممكن تعملي بيها. وبعد ما سقيتها حبة شوربة هدهنها بالسمنة كده خفيف عشان وشها يحمر. بس كده هدخلها الفرن ونشوفها بعد ما تطلع ان شاء الله. وده شكلها بعد ما طلعت من الفرن، جربوها ان شاء الله هتعجبكم. ودلوقتي هنقطع حته مع بعض. وده الشكل النهائي، جربوها ان شاء الله هتعجبكم وبالهنا والشفا. واذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتضغطوا لايك وتفعلوا الجرس، وشكرا.